يجي العيد بقى وكل سنة وانتم طيبين، وتلاقي الأزواج والزوجات يقول لك احنا هنتخانق. طبعا خناقة العيد، يعني هو العيد يبقى عيد من غير خناقة؟ وبعدين احنا قاعدين أجازة في البيت لازم هدب خناقة مع مراتي؟ هو أنا شخصيا عندي اعتراض على كلمة خناقة. خناقة دي يا جماعة بتحسسني ان احنا اتنين في الشارع. خناقة واحد جاب مراته من شعرها، واحدة ادت جوزها بالبوكس، اتنين بيتخانقوا في الشارع، حاجة كده ياي خالص. لكن كلمة خلاف هي الكلمة الصح. ان في خلاف ما بيني وما بين مراتي، لكن خناقه دي احنا معلش بقى احنا كده في الشارع. ايه الفرق بين الخناقه والخلاف؟ الخناقه بتبقى طبعا فيها تجريح وكلام قاسي وقله ادب. طبعا ما فيش حد بيتنازل، ما فيش حد بيسمع ولا يفهم التاني، كل واحد بيتكلم وخلاص. لازم اطلع انا الصح واطلعك انت الغلط، لو انا غلطان مش هعتذر لك، فبتبقى حاجه وحشه كده الخناقه، يعني كانها فعلا في الشارع. الخلاف بقى لا، انت ليك راي وانا ليا راي، بسمعك بفهمك، بتقنعني او اقنعك، لو انا غلطت بعتذر لك على طول، بنتنازل عشان نوصل لحل وسط. فبصوا الخلاف تحسوه شيك كده في نفسه. طيب ازاي بقى اختلف مع مراتي بشكل صح سواء في العيد او في اي وقت؟ اول حاجه بلاش فكره غالب ومغلوب في الخلافات الزوجيه. يعني بلاش انا داخل دلوقتي اختلف مع مراتي لازم اطلعها هي اللي غلطانه، لازم اطلع جوزي هو اللي غلط، لازم اطلع انا الصح. على فكره مش دايما الخلافات الزوجيه بيبقى فيها غالب ومغلوب، ناس كتير فاهمه غلط. يعني لازم طالما متخانقين واحد فينا صح والتاني غلط، ممكن ابقى انا صح وهو صح، انا غلط وهو غلط، والله بتحصل. فمش لازم اللي هو غالب ومغلوب. لو عملنا كده هتلاقي ممكن تكسب الحوار وتكسب المعركة وتكسب الخناقة، بس تخسر قلب شريك حياتك. فخلي بالكم من النقطة دي. تاني حاجة ارجوكوا، اللسان حضرتك، اللسان ممكن ان هو يوصل بالخلاف اللي ما بينكم لبر الامان والدنيا تتحل، وممكن يدمر الجوازة. اللسان قادر انه يعمل كده، فخلي بالكم من كلامكم. وطبعا الكرامة خط احمر، يعني في الخلافات الزوجية مفيش داعي للايه، انت فاكر نفسك راجل، هو انت ست اصلا يا شيخة روحي. هقول لك ايه، ما انت جاهل، هو انت كملت تعليمك؟ ما انا بتكلم مع واحد جاهل. ما نجرحش كرامة بعض ونعمل جرح معنوي. وطبعا مفيش مبرر، او دايما بنقول الخلافات الزوجية مش مبرر ان احنا نطلع اسرار البيت بره. الخلافات الزوجية مش رخصة ان احنا نفضح بعض. مش هتخانق مع جوزي اجري على مامتي او اختي، ده قال لي وقلت له، عمل لي وعملت له مش عارف ايه، واقول اعمل ايه، ما هو اتخانق معايا وكان لازم افضفض. لا، دي مش فضفضة، احنا كده بنفضح بعض وهتكل ستر الجواز اللي ما بيننا. واخر حاجة طبعا يا جماعة، مفيش قطيعة تزيد عن 24 ساعة، لان دي بشوفها كتير قوي. احنا مختلفين، احنا مش طايقين بعض، بس برضو في تصبحي على خير، اخدت دواك ما تنساش تاخد الدواء، اصحيه، اعمل له الفطار. الفكرة اللي هي ان احنا نقطع بعض اكتر من 24 ساعة او ننام زعلانين، ده بيقوي عضلة الخصام وبيعلمنا ان احنا نستغنى عن بعض.